حبايب قلب البيبي شارك، اهلا بيكم. فيديو جديد وعجيب وصغير كده على السريع. الحلزون طلع يتمشى في الصالة. يعني عندي مشاكل كتير قوي مع الابل سنيل وحواراته كترت. فانا كنت عامل له حوض صغير كده لوحده ما فيش فيه اي حاجة، لحد ما جبت الترس جربت بكمية قليلة لقيتهم متعايشين مع بعض ما فيش اي مشكلة. فقلت اجيب بقية الكمية اللي عندي احطها، وحاجات كلها كبيرة. ف وبلاقي عمليات تزاوج وحاجات حلوه ولطيفه، يعني هبقى اوريها لكم مع الايام في قلب حوض الترس. كل يوم بقى حرفيا لازم الاقي لي واحد كده. يعني جبت شويه بوتس وعملت لهم تشكيله كده وديزاين لطيف جنب بتاع. المهم بقى الاقي له المعلم ده طلع على الورقه، وبعديها بشويه رحت شايله وراح حطيته في الحوض. نزلت مشوار وجيت لقيت المعلم ده بيتمشى في الصاله بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. يعني انا عامل الفيديو بالريتم بتاعه الطبيعي، ولا مسرع ولا مبطئ ولا اي حاجه. واديكم انتوا شايفين اهو، عامل زوم بس من بعيد عشان خاطر ما ازعجوش. هو حرفيا بيتمشى في الصاله في البيت عندي. يعني ساب الحوض وساب الحواض وساب كل حاجه، وساب ان هو بيطلع يقف الجدران بتاعه الحوض، ايا كان الحوض حاويه بلاستيك او ازاز، وبيتمشى. مش عاجبه حاله ولا عاجبه الدنيا، وطهقان من العيشه. وهو اصلا كائن مائي، ساب الدنيا وعمل لي فيها نفسه حلزون افريقي، وطلع ايه يتمشى في شو. المشكله ان هو بيبقى لازق حرفيا في الارض. يبقى بقى محدش عارف بقى انت في مثلا في حاجه في الارض، في ميكروب في حاجه، محدش ضامن اي حاجه. ده عادي بيتعامل. انا كل يوم حرفيا لازم اشيل لي كام واحد كده، اروح رميهم تاني في الحوض بتاعهم. دي الترسه صبحوا عليها بقى ولا مسوا عليها. بس فيعني حرفيا انا لسه جايب واحد كمان غير ده عند الحوض التاني. يعني في بتاع مساحة مترين، مترين بالظبط، مترين او مترين وشوية. ده نزلت والحمد لله. بس ده اخر الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، واستنوا كل جديد في فيديوهات جامدة جدا 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 جاية في الطريق. والسلام عليكم.